السلام عليكم ورحمه الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. معاكم هبه من قناه زد حياتي. جايه لكم النهارده بشقه عريس. العريس ده بقاله شهرين. تمام كده انا واقفه على باب الشقه. دي ترابيزه، هما مش جايبين سفره بس هي العروسه جايبه ترابيزه بكراسي، يعني عملت المنظر ده. وهنا ده البوفيه بتاعها. هي كده دلوقتي دي الصاله كده اهو اللي انا واقفه فيها في دخلة باب الشقه. تمام. على ايدي الشمال زي ما انتم شايفين كده، هنا اهو الانتريه اهو زي ما انتم شايفين. هنا ده البرقع بتاعها، وده النيش. ودي حاطه ستاره كده عشان تقفلها، يعني لو مثلا في ضيوف او حاجه، عشان اللي يعدي يبقى مش مكشوف بالنسبه للي قاعد في الصالون او الانتريه، سوري. ودي زي زاويه كده صغيره حاطه فيها الجزامه. تمام كده اهو. بصوا انا عامله لكم فيها الزاويه دي تشوفوا منها كده اهو. كده اهو. انا دلوقتي كده واقفه ما بين الانتريه وما بين الصاله دي. هنا بقى على ايدك اليمين في جنبها اوضه الاطفال. تمام اهو زي ما انتم شايفين. اللون ما شاء الله بجد حلو قوي بتاع البراءه. كل الشغل ده بتاع الخشب عموله. هنا دي بلكونه حاطين عليها البرقع ده، وهنا ده شباك اهو. كده يعتبر السريرين كده قصاد بعض. تمام. هنا السراحه بتاعت الاوضه، وجنبها الدولاب. طبعا ما نفعش يبدله عشان الدولاب ضرف، فالضلف ما بتفتحش عشان المسافه ما بينه وبين السرير مش كبيره. فهي كده اهو حاطين السراحه من جوه. لو كان جرار كان طبعا هيختلف، هيحطوا جوه الدولاب والسراحه هي اللي بره. كده هنطلع من الاوضه. وكده انا دلوقتي رجعت لكم تاني في انا كده في ظهر باب الشقه كده اهو. خلاص احنا عرفنا هنا مكان الشوفونيره. على ايدك اليمين هنا بقى هنخش ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنا دي طرقه هي حاطه فيها. هنا على ايدي الشمال بصوا عشان انا ما وريتكوش في الاول. كده على ايدي الشمال هنا ده الحمام. هنا اوضه النوم. طبعا انا مش هقدر اخش اوضه النوم عشان هما مش حابين. وهنا المطبخ اهو. انا بس حبيت اوريكم حاجه. هي هنا حاطه الغساله والتربو، طبعا هي رصه فيها حاجات. الحمام اهو. التابلو جميل جدا بصراحه، والالوان بتاعه الحمام جميله اهو. تمام. انا كده خلاص خلصت الحمام. هنخش دلوقتي على المطبخ. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا يا رب يهنيها يا رب ويسعدها كده ويملاها لها بركه، وقابل كل البنات يا رب ما تفرح كده بنفسها وتبقى في بيتها اهو. زي ما انتم شايفين الشباك والشفاط تحت البوتاجاز. هنا اهو تقفيله اول حاجه. بصوا التلاجة على باب المطبخ على اليمين، جنبها تقفيله الالموتيل. طبعا زي ما انتم شايفين احنا كنا عندها ضيوف، فدي وجبه ضيافه، يعني كان بتقدم لنا حاجات، فطبعا بهدلنا الدنيا. فكده هو المطبخ معانا. تمام. عقبال يا رب كده ما نفرح كل البنات يا رب. كده اهو. انا هرجع لكم تاني من بره. الطرقه دي ما بين المطبخ والحمام، فعشان كده هم عاملين سيراميك شبه بعض عشان ما يبقاش في اختلاف كتير. وبكده اكون خلصت معاكم الفيديو. بحبكم جدا. ما تنسونوش في السبسكرايب واللايك والشير وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله.